النهارده جايب لك بالاسماء طاقم تحكيم الماني، طاقم تحكيم هيكون متواجد بعد بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء في استاد الدفاع الجوي بقياده هذا الحكم الالماني دانيال شلاجر. ماتش الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري اللي هيكون هو المفصل فيما هو قادم. الاهلي هيكمل ولا مش هيكمل؟ بيراميدز هيكمل ولا مش هيكمل؟ اللي هيكسب هذه المباراه هيبعد الاخر تماما عن المنافسه عن الدوري المصري، وهيفسح الطريق بشكل كبير جدا للمركز الثاني. انا بالنسبه لي الاهم والاقدر ان احنا نركز فيه مش ان الاهلي يكسب الدوري، لا، الاهم والاقدر ان احنا نركز فيه انه الاهلي يكون في دوري ابطال افريقيا. مكسب الدوري من عدمه ده ما بقاش في ايدينا احنا كاهلاويه، لسه مستنيين هدايا تجيلنا من المنافسين اللي هيلعبوا مع الزمالك. اما موضوع المركز الثاني ودوري ابطال افريقيا فده ما فيهوش هزار، وبايدينا احنا ان احنا نضمن مكاننا في دوري ابطال افريقيا، ده المهم، ونكسب كل ماتشاتنا. الزمالك وقع النهارده جايب لك بالاسماء طاقم تحكيم الماني، طاقم تحكيم هيكون متواجد بعد بكره ان شاء الله الساعه 8 مساء في استاد الدفاع الجوي بقياده هذا الحكم الالماني دانيال شلاجر. دانيال شلاجر عشان بس الكلام يكون واضح هو لسه صغير في السن، 36 سنه، حكم دولي من 2022، ليس من حكام الصفوه في الدوري الالماني، وما قدرش على فكره، خد بالك، ولا مباراه فاصله في كاس المانيا او حتى على المستوى الاوروبي، ما قدرش يعني حتى في دوري الابطال، ما حصلش. هو حكم جيد، حكم لسه صغير في السن، ولكنه صارم لما بيكون فيه طرد واضح جدا او بيكون فيه ضربه جزاء ما بيترددش، حتى لو هيحسب 4 ضربات جزاء في المباراه الواحده ما عندوش اي مشكله، هيحسب ال4 ضربات جزاء، ومش بيحب اللقطه، يعني حكم مش بتاع لقطه، ودي حته مهمه جدا. فوق ده كله لياقه بدنيه رائعه وسرعه خارقه. من وجهه نظري مش افضل اختيار، ولكن ما هوش حكم سيء، هو حكم صاعد جدا وصاعد بقوه في الدوري الالماني. مش ناقص غير ان احنا نعمل اللي علينا على ارض الملعب، بس مش مطلوب منك غير كده، نلعب لعبنا على كمان جمهور النادي الاهلي انه يكون متواجد بكثافه في هذه المباراه. ده لا وقت بقى زعل ولا وقت اصل احنا متضايقين من الاداره، ولا وقت اصل احنا دقنا ما اعرفش ايه، ده خالص، ده مش وقت اي حاجه غير المسانده التامه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. هتساند الاهلي وهتكون واقف جنب فريقك ان شاء الله، ربنا هيكرمنا. مش هنساند فريقنا والموضوع بالنسبه لنا هيبقى اصل احنا مقموصين، اصل احنا زعلانين، ما نرجعش نزعل على اي نتيجه ممكن تحصل في هذه المباراه، لانك انت لو منتظر مفاجاه فنيه او يعني اداء فني خارق للعاده من المدير الفني يستر بتبقى غلطان. احنا اعتمدنا بعد ربنا سبحانه وتعالى على جماهير النادي الاهلي فقط لا غير. لما يبقى عندك 20 ولا 30 ألف مشجع في استاد الدفاع الجوي خير وبركة، خير وبركة، بس يحضروا. لازم يكون في تواجد جماهيري كبير جدا للنادي الأهلي في هذه المباراة، لأنه ده اللي بالنسبة لنا اللي هيحرك الصخر، ده اللي هيحرك اللعيبه من جوه. ما تستناش حاجه تحصل من المدير الفني. اتمنى من كل قلبي ان الاهلي كمان يتحرك في ماتش انبي وماتش المصري، ان يكون في حكام اجانب زي ماتش الزمالك وبيراميدز بالظبط، لانك انت لو خدت حقك في ماتش الزمالك وخدت حقك في ماتش بيراميدز وبعد كده جيت اتظلمت في كوره قدام المصري ولا قدام انبي ممكن تخسرك الدوري. اللاعب طاهر محمد طاهر، وافتكر الكلمه دي كويس جدا، طاهر محمد طاهر بيتم تجهيزه حاليا عشان يكون مهاجم النادي الاهلي في هذه المباراه. طاهر محمد طاهر بنسبه 90% هو اللي هيكون فروت النادي الاهلي. تقول لي الله، امال فين كاموش وفين محمد شريف وفين مروان عثمان؟ كل الاسماء دي يا باشا هو الراجل ده اصلا مش مقتنع بيها. مساهمات التهديفيه لما تيجي تشوف ارقام مروان عثمان في الاهلي مضحكه، تقريبا احرز هدفين من ساعه ما جه. انت متخيل؟ هدفين فرود لعب له بتاع 15 16 17 مباراه احرز فيهم هدفين. دي ارقام مدافع يا باشا. مش دوت اللي ما فيش اي حاجه في اي حاجه خالص، على الله حكايته تماما. محمد شريف ولا عارف يجيب مستواه، وشكله كده والله اعلم مش هيعرف يجيب مستواه. بعد قرار المجلس الاعلى للاعلام بايقاف الاعلامي هاني حتحوت بناء على شكوى النادي الاهلي، اتخذوا موقف مش عارف، انا بالنسبه لي غريب. هل هو مقصود؟ اصل لو مقصود يبقى مع كامل احترامي والقائمين على هذه القناه، يعني يبقى كده هم قاصدين الاهلي فعلا، يبقى كده انت بتضايق جمهور الاهلي، واللي بيخسر جمهور الاهلي ما بيكسبش.
لما انت بتشيل هاني حتحوت وتحط مكانه احمد جمال. مين احمد جمال؟ المذيع السابق في قنوات نادي الزمالك، والمذيع الزملكاوي بالفطره، والمذيع المتعصب للزمالك بشكل مبالغ فيه، وانت عارف كده من غير ما اقول. يبقى انت بعد كده انك انت بتخسر جمهور الاهلي، يبقى انت متعمد انك انت تخسر جمهور الاهلي. وده عمرك بص، مهما كان، مع كامل احترامي لاخواتي الزملكاويه وكامل احترامي لاعداد الزملكاويه في مصر، لو انت خسرت جمهور الاهلي انت عمرك ما هتكسب. لما تيجي تقول لي اصل انا جايب لك هاني حتحوت مشي فجايب لك مكانه احمد جمال، المذيع اللي كان في الزمالك عندا في النادي الاهلي لحد ما الايقاف بتاع هاني حتحوت يخلص، ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ هل صدفه؟ ما اعتقدش انها صدفه، بس هيبان من التقديم اللي هيقدمه الفتره اللي جايه هذا المذيع. والله تكلم بحياديه، بما انه في قناه محايده اهلا وسهلا. لقينا بقى الدنيا معاه رايحه في سكه مش مظبوطه، مع كامل الاحترام ليه، لا وقتها بقى لازم يكون ليه وقفه، لانه النادي الاهلي مش شويه. ووقتها انا بنفسي هطلع واقول، يعني مع كامل احترامي لكل اخواتي، قطعوا قناه مودرن MTI دي، لانها واضح انها جايه لشيء معين تعمله، او جايه انها تخسر جمهور النادي الاهلي. فاحنا نحقق لهم بقى الامنيه اللي هم عايزينها، وفعلا نقطعهم ومحدش يتفرج على هذه القناه. الكوره لسه في الملعب، وان شاء الله الدوري لسه في الملعب، وربنا يوفق انبي قدام الزمالك، اللهم امين. زي ما عملوا في الدور الاول يحملوا في الدور الثاني ويكسبوا. نادي انبي لعب بمنتهى الرجوله ومنتهى القوه في ماتش الدور الاول وقدر ان هو يكسب. ممكن تتكرر الموضوع تاني، وممكن يتكرر القصه تاني، وممكن انبي يكسب الزمالك، ليه لا؟ مش مستبعده اطلاقا.